تخيل كده انه كان في مرض بيتسبب في وفاة 1 من كل 3 اشخاص بيصابوا بالمرض ده، المرض اللي تسبب في إبادة قرى كاملة وطفل صغير وبقرة كانوا السبب في ان هم يكتشفوا علاج المرض ده. انا رامي وتعالى اقول لك اللي فيها. في بداية القرن ال18 كان مرض الجدري أو السمول بوكس، وده حاجة غير الجدري المائي اللي احنا عارفينه النهاردة اللي هو اسمه التشيكن بوكس. السمول بوكس ده بقى كان واحد من أسوأ كوابيس البشرية في الفترة دي، مرض ما كانش له علاج ولا بيفرق ما بين صغير ولا كبير، غني فقير. لو جالك المرض ده ففي احتمالية 30% انك هتموت. الناس في الوقت ده جربت كل حاجة، لدرجة انه في ناس منهم جربوا ان هم ياخدوا مثلا جزء من جلد مريض الجدري ده ويجففوه ويخلوه ينشف خالص، وبعد كده يبتدوا يعملوا منه بودرة ويرشوه على جسم الناس. والمفاجأة انه كان ساعات كان بيعمل تأثير، بس ساعات برضه محدش كان عارف التأثير بتاعه ده نتيجة لإيه ولا إيه اللي بيحصل بالظبط. سنة 1796 العالم البريطاني إدوارد جينر لاحظ شيء غريب جدا، وهو انه الستات اللي كانوا بيشتغلوا في حلب الابقار في الوقت ده كانوا بيصابوا بحاجة شبه السمول بوكس اللي هو الجدري، ولكن كانت اعراضه اخف بكتير جدا. والستات اللي كانوا بيصابوا بالاعراض البسيطة جدا دي من الجدري ده عمرهم ما كان بيحصل لهم اي حاجة بعد كده، حتى لو اتحطوا وسط مجموعة من الاشخاص اللي كانوا عندهم السمول بوكس اللي هو موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. وسموا المرض البسيط ده اللي كان بيصيب الستات اللي كانت بتحلب الأبقار في الوقت ده سموه الكاو بوكس. وهنا جينر اللي هو العالم ده ابتدى ان هو يربط ما بين انه الناس اللي كان بيجي لهم عدوى جدري البقر ده كان بيحصل لهم شيء ما زي مناعة من انهم يحصل لهم إصابة بالسمول بوكس او اللي هو الجدري. طب جينر يعمل ايه؟ هو عايز يتأكد بنفسه. يقوم جينر يروح لواحدة من الستات دول اللي كانوا بيحلموا بالبقر وعندها الأعراض الخفيفة من الكاو بوكس أو جدري البقر، ويقوم رايح عند بؤبئة من البقابيق اللي موجودة في جسمها ويفتحها وياخد المية اللي فيها، ويروح لطفل صغير عنده 8 سنين اسمه جيمس فيبس، ويقوم رايح يفتح جزء في جلد الطفل ده ويحط المية اللي خدها من سائل البؤبئة بتاعة الست اللي كان عندها مرض جدري البقر ويقفل الجرح. فالواد في خلال كام يوم يتعادى بالمرض بأعراضه البسيطة اللي هو الكاو بوكس أو جدري البقر، وكام يوم بعدها ويبتدي إن هو يخف ولا كأن كان في أي حاجة. لحد هنا وتمام، وكان متوقع إن أي حد هيجيده جدري البقر ده هيبتدي يخف بعدها بكام يوم. ولكن جينر بعد كده ياخد الطفل اللي عنده 8 سنين ده ويحطه وسط مجموعة من الأطفال التانيين اللي كانوا مصابين بالجدري اللي هو السمول بوكس اللي المفروض ان أعراضه بتكون شديدة جدا، ويفضل سايبه وسطهم أيام ويلاحظ انه الطفل ما يحصلهوش أي إصابة ولا تجيله أي أعراض ولا أي حاجة خالص. فيتأكد جينر في اللحظة دي ان الإنسان اللي بيصاب بمرض جدري البقر بتحصل في جسمه مناعة من نوع الجدري التاني، فبالتالي احنا لو قدرنا ان احنا نخلي الناس كلها يحصل لها اصابه بجدري البقر مش هيحصل لهم اصابه بالجدري العادي، وبالتالي هنمنع وفاه 30% من المجتمع. واللحظة دي كانت ولادة أول مفهوم للتطعيم في البشرية، واللي اتسمى في الوقت ده بفاكا، ودي كلمة لاتينية معناها كاو أو بقرة، واللي جه بعد كده منها مصطلح فاكسينيشن، فاكا vaccination اللي هو معناها تطعيم. في البداية الناس وصفت جينر بأنه الراجل المجنون اللي استغل طفل والست اللي بتحلب البقر في أنه هو يعدي الطفل، وكان بيعرض الطفل للخطر وكان ممكن يتسبب في وفاته. وتطلع بقى جماعات دينية متشددة يقولك ده بيخلط الأمراض اللي موجودة في البقر بالأمراض اللي موجودة في الإنسان، وكاريكاتيرات تطلع في الصحف في الوقت ده بأنه اللي بياخد التطعيم ده هتطلع له قرون زي البقر بعد كده وحوارات. ولكن في المقابل الناس لاحظت العكس، لاحظوا انه الاعداد اللي بدأت تصاب بالجدري قلت بشكل كبير جدا، لدرجة ان بعض الحكومات بدأت تاخد التطعيمات دي وبدأت تطبقها بشكل اجباري او شبه اجباري على الشعب بتاعها علشان يقللوا من نسبة الاصابة بالجدري اللي هو السمول بوكس. وفي خلال سنين قليلة جدا كان الجدري بدأ يختفي تماما من البشرية.
في القرن العشرين بدأت التطعيمات تنتشر بشكل كبير جدا، وبدأ يظهر تطعيمات لأمراض تانية كتير بنفس الفكرة اللي طبقها جينر في القرن ال18، إن هو ياخدوا سائل سواء عينة من الجلد أو عينة من الدم أو غيرها ويحولوها كيميائيا أو يضعفوها وبعد كده يحقنوها في حيوان تاني أو في شخص تاني ويشوفوا الأجسام المضادة اللي بتتكون منه، وياخدوا الأجسام المضادة دي ويحقنوها في شخص مصاب ويشوفوا النتيجة بتاعتها. وقعدوا من هنا وهناك يجربوا لحد ما قدروا ان هم يوصلوا لعدد كبير جدا من التطعيمات اللي موجودة في وقتنا الحالي، وقدرت ان هي تنقذ البشرية من امراض كانت في وقتها بمجرد ما انت تصاب بالمرض ده كان معروف ان نهايتك قربت. والخبر السعيد جدا ان سنة 1980 منظمة الصحة العالمية اعلنت ان مرض الجدري او السمول بوكس ده خلاص انتهى تماما من البشرية، ما عادش موجود بعد سنة 1980. هفكرك تاني ان اللي موجود دلوقتي حاجة اسمها الجدري المائي، وده اللي اسمه التشيكن بوكس، وده اللي لسه موجود لحد دلوقتي والاطفال بيجي لهم، ولكن في تطعيمات موجودة ليه، وحتى لو الطفل ما اخدش التطعيم بتاعه بيجي اعراضه بتفضل موجودة لمدة كام يوم. ولكن المشكلة بتكون في الاشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة او الستات الحوامل، ودول في الغالب ممكن يحتاجوا ان هم ياخدوا تطعيمات للتشيكن بوكس او الجدري المائي اللي موجود في وقتنا الحالي. العالم إدوارد جينر ما اخترعش بس مجرد دواء، ولكنه اخترع فكرة على أساسها قدر إن كل العلماء يستخدموها في إنهم يصنعوا تطعيمات لأمراض تانية كتير. لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب. سلام.